السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد. أهلا بيكم، وحشتوني. النهاردة إن شاء الله هنعمل منين بالعجوة كده، حاجة جميلة وعظمة. معايا هنا نص كوباية مية، حطيت عليها معلقة خميرة كبيرة وحطيت عليها معلقة سكر كبيرة، وهدوبهم كده وهسيبهم على جنب لغاية ما يتفاعل كده الخميرة كده وتبقى جميلة. معايا هنا كيلو دقيق، كيلو الدقيق دوت أنا نخلاه تمام كده زي الفل، هو جميع الاستخدامات. حطيت له رشة ملح بسيطة كده، ومعايا نص كوباية سكر مطحونة هضيفهم عليها كده جميل زي القمر. معايا هنا معلقة ريحة كحك، معلقة ممسوحة، معلقة كبيرة ممسوحة تمام كده. هضيفهم بردك على الدقيق وما نزودش اكتر من كده علشان خاطر ما يمررش. تمام. معايا هنا معلقة ونص شمر وينسون كده نطحناهم، وضفتهم عليها كده. الله 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 الله. وهقلبهم كويس كده عشان يتوزعوا في كل الدقيق. معايا هنا باكو بيكنج باودر كيك شيف، فهحطهم عليها بردك. الله الله الله. تمام كده قلبتها. معايا هنا بقى كوبايتين سمنه دول سايحين، حاطه بالظبط الكوبايتين الا ربع سمنه، وعليهم ربع كوبايه زيت. تمام. المقدار ده حوالي 400 جرام تمام كده على على كيلو دقيق. وهبتدي اقلب بقى بالمعلقه كده، عشان نغلف كل دي ده بالسمنه. وحطيت هنا معلقه سمسم كبيره، كنت نسيت احطها كده، جبتها ضفتها كده. ما شاء الله. هنبتدي بقى نغلف بقى كل دي ده. هنا بقى بصوا الخميره ما شاء الله تفاعلت قوي، ففضيتها في في البوله اللي جنبي دي عشان كانت خرجت بره الكوبايه. دلوقتي بقى اغلف كل دي كده بالسمنه كده جميل زي العسل كده، عسل عسل. هبتدي بقى اشيل المعلقه وادخل ايدي بقى. اما ادخل ايدي بقى هنا بقى في الحته ديت كده انا هنا ببس وبخدم العجينه، فبراحتي بقى فيها تمام كده. هخدمها بقى وبعدين السمنه اللي حطيتها كانت سمنه دافيه مش سمنه مقدوحه، ها، علشان الكميه بتاعتي قليله، فما فيش مشكله ان انا احط السمنه دافيه. انما لو هنعمل كميه كبيره نقدح السمنه، عشان دي بتطول من مده مده المنين يفضل معانا فتره كبيره. تمام كده. هنفضل بقى نبس كده بقى ما بين كفوف ايديا كده. الله 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 الله. بعد كده بقى خلاص قمت حاطه بقى الخميره. هنا بقى اما اجي بقى هنا مش هبس بقى وهعجن بقى لت واعجن، لا 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 لا. هنا بقى انا هبتدي اطبطب عليها كده بالراحه وادخل كده الخميره كده بشويش. هنا بقى معايا نص كوبايه ميه، هاخد بردك منها شويه ميه صغيرين وخلاص على كده. تمام. لغايه بقى ما لغايه ما الم العجين معايا تمام زي الفل زي القمر. عسل 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 عسل. الله 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 الله. بص العجينه طيعه وجميله ما شاء الله، لا قوه الا بالله. حطيت هنا شويه الميه دول، يعني يعتبر خدت زي ربع كوبايه ميه عليهم بس. خلاص كده زي الفل. انا لقيت العجينه مش عايزه ميه تاني. تمام. بص بقلب بالراحه ازاي، بص بالراحه ازاي. انا دوب بس بلم بالميه مش اكتر من ذلك. تمام كده. هفضل بقى طبطب عليها كده لغايه بقى لغايه ما اخلصها، لغايه ما هي تقولي خلاص بقى كده كده تمام. الاقي الميه اختفت قدامي وكده تمام زي الفل. خلاص زي الفل. قمر قمر قمر. هنا بقى باخد حته عجينه كده، عايزه بصوا ما شاء الله ما شاء الله. بص هنا ما كورتها كده جميله. بصوا اما اجي اقطعها تتقطع ما تتمطش، ده الصح. يبقى انا كده انا ما عملتش عرق للعجينه. تمام كده. بص بتتقطع معايا ازاي، ما بتمطش العجينه مش بتمط. تمام كده. كده جميل. بتتقطع معايا كده زي الفل زي القمر. هبتدي بقى اغطيها واركنها شويه لغايه ما نشوف هنعمل تاني. تمام كده زي الفل زي القمر ما شاء الله. يلا نركنها بقى كده على جنب. وبعدين هنجيب العجوة بقى. هنا معايا عجوة مفرومة اهي، وجايباها جاهزة مفرومة وحطيت عليها شوية سمنة. والسمنة بقى بتخليها بتخليها تطرى كده وتخليها جميلة خالص. هقسمها نصين، هحط نص عشان اعمل نص بالعجوة سادة كده، والنص التاني اللي في البولة ده هحط عليه معلقة حبهان مطحون اللي هو هيل مطحون، واحط عليها مكسرات اللي هو بندق ولوز وعين جمل وزبيب وجوز هند. تمام كده. انا مدلعه العجويه دي، العجوه نص العجوه دي جميله. ده انا معايا نص كيلو عجوه، قسمتها نصين كده، ربع وكده ربع. تمام كده.
هنفضل بقى معاها لغاية ما اخلص. بس على فكرة انا حشيت الكيلو العجين كله، فانا كنت جايبة كيلو عجوة، حشيته بالكيلو العجوة كله. تمام. انا قلت الاول هعمل بنص عجوة كده، وبعد كده ايه، اما لقيت نفسي محتاجة قمت عاملة تاني. تمام. هفضل بقى معايا كده لغايه بقى ما ايه، زودت تاني هيل، وزودت المكسرات كلها، وزودت معلقتين سمنه عليها، عشان خاطر لقيتها ايه نشفت السنه كده، المكسرات لما نزلت عليها نشفتها شويه. تمام. فلينتها تاني بالسمنه. هنا بقى ما بين كيسين سندوتشات كده، فتحت كيسين وببتدي بقى افرد العجوه بتاعتي كده، الله الله، عشان اسهل عليا الامور. اما باجي انقلها على العجينه تبقى سهله. هنا العجينه بقى بص جميله ازاي، وجايه خرش على الجمال والحلاوه، الله 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 الله. عجينة طيعة وجميلة. هنا بقى حطيتها ما بين كيسين بردك عشان اسهل عليا الامور. هي حتى لو حطيتوها على اي حاجة هي فيها سمنة وهتبقى يعني سهلة وجميلة. بس انا بسهل الكيس، بيسهل الامور اكتر، يعني بيخلي الموضوع سهل وسلس اكتر. هنا بقى بفردها على قد ما اقدر، علشان خاطر عايزة اعملها ايه، اسطوانة. اسطوانة هي رولات كده، رولات، اعملها على شكل رولات يعني. تمام كده. هنا بقى ببتدي اسوي الاطراف كده، الله 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 الله. بشيل بقى كل الايه العجين اللي انا قطعته الزياده دوت، واحطه تاني معايا بردك على العجين التاني. هنا بقى هحط بقى الايه العجوه كده. بص الكيس السندوتشات بيسهل الدنيا ازاي، الله الله الله، بجد 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 جميل. هنا بقى هبتدي افرد تاني واكمل بقيه العجين ده كله ايه بالعجوه كده، الله الله. ايوه كده، ايوه كده، كده شاطره شاطره يا هند، شاطره. ما شاء الله ما شاء الله، شاطره. هنبتدي بقى نلف بقى ايه، نلف بقى الرول الاولاني، الرول بقى اللي انتوا عايزين تلفوه براحتكم. عايزينه كبير، عايزينه صغير، عايزينه وسط، كل واحد بقى على حسب هو عايز ايه، بيحب ايه. دي في ايديكوا، دي في ايديكوا انتوا. تمام. انا عن نفسي العجينه اللي قدامي دي انا بحبه صغنون، فهعمله ايه، هعمل العجينه اللي قدامي دي على 3 اسطوانات. تمام كده. كل اسطوانة كل رول بعمله بركنه جنبي شوية. بص بقى بقفل عليه كده، وبأمن عليه ايه الحرف كده، انه بشوفه اتقفل كويس ولا ايه. بايديا كده بعمله، بدبسه بايدي كده. تمام. هركنه بقى كده على جنب كده شوية، وهعمل ايه، هعمل الرول التاني. يلا اهو، يلا اهو، ما شاء الله ما شاء الله. هي لفتين حلوين كده، واقوم ايه قطع كده بالسكينة واحطه جنبي. تمام، تمام زي الفل، ماشي كده زي الفل. هنا بقى الحتة الأخيرة دي برضك هلفها كده، الله 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 الله. أيوة كده، بصوا 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 بصوا، الله 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 الله. هبتدي بقى ايه أحطهم بقى جنبي كده بقى، وابتدي أقطعهم بقى. أجيب بقى الصاج بتاعي جنبي، وابتدي أقطعهم بقى كده ايه قطع متساوية كده. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما شاء الله ما شاء الله. بص 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 بص، ايوه كده ايوه. ممكن هنا في اللحظه دي ممكن تكونوا محضرين السمسم والميه وتعملوا مره واحده، بس انا كنت مستعجله في الفرد العجين، فبقيت افرد واحشي واحطه جنبي على طول على طول. بعد كده قمت عامله موضوع السمسم بقى ده ايه، تغليف السمسم كله مره واحده بقى بعد كده. تمام. تمام كده زي الفل، كده ماشيه اموري كلها زي الفل، ما شاء الله ما شاء الله. طب حلو قوي قوي. يلا يا هند، ايدك سريعه كده ليه، بطئي شويه. ايوه كده، كده جميل جميل جميل. ايوه كده، ايوه ايوه، قطع متساويه كده. بص العجينه جميله ازاي، بص بص ما بتلزقش ازاي في البتاع اللي قدامي، يا خراشي على الجمال والحلاوه. بكده بقى بفرد واحده تاني. بصوا 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 بصوا، الله 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 الله. كده بقى عملت لها ايه، حته عجوه كده فردتها. وهاخد بقى نص العجينة التاني ديت على النص اللي على العجوة. تمام. هقفلهم على بعض كده زي الفل زي القمر. هبتدي بقى اسوي كده بالسكينة كل الاطراف ديت، اشيل الزيادات دي كلها، وابتدي بقى اعملها بايدي بقى، اسويها بايدي كده، الله 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 الله. بعد كده بقى معايا القطاعة بقى. ايوه ايوه، بص بسويها ازاي، بظبطها ازاي، ما شاء الله لا قوه الا بالله. ايوه كده بقى نقطعها بقى بالقطاعه دي، الله 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 الله. بس الصوابع دي كبيره قوي. انا كده بقى هقسمها بالنص احسن العجينه، وبعد كده هاخدها بالورب. بالورب بقى كده، الله 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 الله. ومدة التخمير بتاعتها هو بس نص ساعة، مفيش اكتر من كده مدة تخمير. تمام.
عشان ندخلها بقى بعد كده على طول على الفرن. يعني انا على ما شكلت وخلصت دخلت على طول بص الاشكال، بص تحفة 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 جدا جدا، ما شاء الله لا قوة الا بالله. انا على ما خلصت تقطيع الاشكال الجميلة والحلاوة دي، كان خلاص هي كده خلاص اختمرت وزي الفل. ما نخمرش باكتر من كده، اكتر من كده مش حلو. تمام كده زي الفل. كده جميل. بص العجينة عاملة ازاي، بص في ايدي بشيلها عاملة ازاي، متماسكة ومحتفظة بشكلها وقوامها. تحفة تحفة تحفة. برصها اهو في الصاج كده تمام. هنا بقى ايه، بكمل تاني بردك، هعمل بردك رول تاني. جميل. هكمل بقيتها. يلا الله، عملت بقى الرول ده كبير شوية، يعني بدل ما اعمله على اتنين عملته ايه، عملته مرة واحدة. تمام زي الفل. هقطعه برضك قلت عشان ابقى مشكلة يعني ايه، رول صغير رول وسط شوية، معايا صوابع رفيعة معايا صوابع عريضة كده، يعني شكلت اشكال كده يعني ايه، على حسب مزاجكم يعني، براحتكم. هنا بقى بصوا تحفة تحفة تحفة. هنبتدي بقى ايه، انا هنا جبت سلطانية فيها مية ودي سمسم، وبنزل العجينة في المية واحطها في السمسم، بس ايه حركة المية دي بتخليها تلم سمسم كتير، واخدين بالكم؟ فانا برضك بعد كده قلت اشيل المية خالص، وهوريكم هعملها ازاي بالسمسم من غير المية. بصوا خدت سمسم اهو برضك، خدت كمية حلوة معقولة جميلة. تمام كده زي الفل زي القمر. تمام. بعد كده بقى ايه، هجيب بقى نص كوباية مية، وهحط فيها معلقتين سكر. ليه بقى؟ عشان ايه؟ عشان تساعدني على انها ايه الوش يحمر. تمام. هقلبها وهدهن كل الصوابع معايا ديت بالفرشة، واحط لها بقى ايه شوية سمسم كده. الله 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 الله. كده انا خلصت كل الكمية. وبعد التخمير بعد نص ساعة، انا على ما خلصت كان خلاص هو كده اختمر. ولعت الفرن في الحالة دي على درجة حرارة 180 على الرف الأوسط على الشبكة، وسبتها لغاية ما احمرت من تحت. لقيت الوش من فوق لسه مش واخد لون. ولعوا الشواية شوية صغيرين قوي، وفضلوا واقفين مع بوسطة التسوية. بص اللون عامل ازاي، جميل جميل جميل. بص انا حاطاه في الطبق. قمر 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 قمر. اللهم صل على النبي، ما شاء الله لا قوة الا بالله. بصراحة تحفة. والطعم تحفة. بص من جوه عامل ازاي، بصوا الجمال. عسل عسل عسل. لو عجبكم بقى الفيديو اعملوا لي لايك وشير وكومنت، وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل فيديوهاتي. كان معكم مطبخ هند. تاكلوها يا رب في الهنا وفي العافية بإذن الله تعالى، وكل سنة وانتم طيبين، وبعد عليكم الأيام بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.